السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذا الكيك ديال القهوه والشكلاط اللي كيجي هائل، كيجي خفيف ورطب كيذوب ذوبان. بالنسبه للمكونات كنحتاجوا خلاط كهربائي، كنوضع فيه بيضه واحده متوسطه الحجم. هذا الكيك كيوجد بسرعه. كنضيفوا له طريقه ديال الملحه، كاس ديال سكر سنيده، كاس ديال العنبه. بالنسبه للمكونات بالغرام والمليليتر غادي نخلي لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. كاس الى ربع ديال زيت المائده، كنضيف كاس ديال القهوه معصره، ساشي ديال القهوه سريعه الذوبان، هذا كيبقى اختياري. انا ما بغيت النكهه ديال القهوه تكون كتر، 2 معالق كبارين ديال الكاكاو ولا 2 ساشيات ديال الكاكاو. كنوضعوا كلشي في الخلاط الكهربائي وكنخلطوا مزيان مزيان. من بعد وضعت هذا الخليط في بول، غادي نضيف 2 كيسان ديال الطحين فورس. بالنسبه للنوعيه ديال الطحين اللي استعملت انا الطحين العادي يعني ديال العبار، و2 ساشيات ديال الخمارات يعني الوزن 16 غرام. صافي كنخلطوا هاد المكونات مزيان مزيان. من بعد ضفت 4 كاس ديال المغليان ماء طايب ومعلقه كبيره ديال الخل. صافي خديت مول دهنته بالزبده ورشيته بالطحين ووضعت فيه الخليط ديال الكيك كيف كتشوفوا، وغادي نمرر عليه واحد السكين غير باش الوجه ديالو يجيني مسطح ما يجيش يعني منفوخ. صافي غادي ندخلو الفران اللي بارد، انا خدات لي 40 دقيقه وفران على عافيه مهيله في الرف الوسط. صافي من بعد من خرج لي الكيك سقيته بالقهوه سريعه الذوبان، خديت واحد الساشي ذوبته في نص كاس ديال الماء طايب وسقيت به الكيك ديالي. بالنسبه للصلصه عندي هنايا سبق لي درتها معكم في الكيك اللي سبق، نص كاس ديال السكر سنيده، نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الكاكاو، نص كاس ديال الزيت، واحد شويه ديال القهوه سريعه الذوبان وشويه ديال الفاني. صافي كنخلطو حتى يعقد لينا الخليط كيف كتشوفوا. من بعد ضفت كاوكاو عندي مهرمش، ممكن تضيفوا اللوز ولا اي حاجه ولا تخليوها هكاك يعني توضعوا فوق منها الشكلاط محكوك ولا اللي كان. المهم التزيين كيبقى اختياري. صافي وضعته فوق الكيكه ديالي، حطيتها في الثلاجه تبرد، وانا غادي نقدمه معكم باش تشوفوا الشكل ديالو. كيجي هائل، كيجي غزال بزاف. نتمنى انكم تجربوه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.